البطولة الاحترافية الأسبوع الأول من القمم اللي تبعنا اليوم، مواجهة الوداد والكوكب المراكشي، مواجهة فيها هدف، فيها حضور جماهيري كبير، وفيها أيضا أمور تقنية غنتكلموا عليها دائما بالحضور ديال سي محمد كنز. خويا كنز أهلا وسهلا. اهلا بك اخويا يونس، اهلا وسهلا بالحاضرين مستمعي ومستمعات راديو مارس. مهدي خميمي ايضا اللي معنا في الارقام والاحصائيات. مهدي مرحبا. مرحبا بك يونس ومرحبا بجميع مستمعي راديو مارس. مزيان الحمد لله. وهداك الله يحفظك. تفرجتي لي في الماتش ديال الواك والكاسير؟ تفرجنا في جميع المقابلات كل شيء. الحمد لله. دابا تعطينا لي ستاتيستيك. بيان سور. يلا بالي بينا، عطينا الارقام من بعد هاد المباراه هذه ديال الوداد والكوكب المراكشي. بالنسبه للاستحواذ كانت 51% لصالح نادي الوداد الرياضي و49% لصالح الكوكب. ما كانش فرق كبير. كاين شي فرق كبير. كانش فرق كبير. التوتال ديال لي تيغ 13 تسديده لنادي الوداد الرياضي و10 ديال التسديدات للكوكب المراكشي. لي تيغ كادغي الوداد سدوا 7 ديال لي تيغ كادغي من اصل هاد 13 هادو، فيما الكوكب سدوا فقط تسديده وحده اللي كانت مؤطره في هذا الماتش هذا. لي كورنير 5 لصالح الكوكب المراكشي، 3 لصالح نادي الوداد الرياضي. وبالنسبه لي كارطون جون 2 للكوكب وحده للوداد، وكارطون روج وحده اللي كانت لنادي الكوكب المراكشي في هذا الماتش هذا. شكرا خويا مهدي. نذكروا بانه ايضا في النتائج ديال باقي المباريات اليوم فريق اتحاد طنجة في ملعب القريه الرياضيه بحضور جماهيري كبير تعادل ب1-1 مع حسنيه اكادير. الاهداف ديال ليغتي سجلها اللاعب متولي محسن اللي مازال كيواصل التهديف في البطوله الوطنيه، وايضا اللاعب ايلو من الاسماء الوافده الجديده على الحسنيه في اول ماتش واول ديبلاسمون. يعني مجموعه ديال المعطيات كتبين بانه مع امير عبدو ممكن نشوفوا وجه قوي ديال الحسنيه، لانه قدموا مقابله ايضا في المستوى. حتى في الاحصائيات والستاتيستيك ديال هذا الماتش هذا فكان تعادل تقريبا متقارب، يعني الاسلوب اللي لعبوا به الفريقين بجوج، لا الحسنيه ولا ايضا فريق اتحاد طنجة، بالرغم انه اتحاد طنجة كان هو كلشي في رحلته الاولى من بعد العوده للقسم الاحترافي الاول في مواجهه فريق الوداد الرياضي. كنا تكلمنا بزاف على هذه المقابلات محمد كنز، على الكاسيم والميركاتو اللي داروا، الاعتماد على رشيد الطوسي فيو الاكسبيريونس اللي عنده مع النماري مع المكاوي واللائحه ديال الستاف التكنيك ديال الكاسيم. اليوم الكوكب انا زعما انطباعي اليوم ما كانش خايب الكوكب المراكشي. هدف واحد سجل وكان ممكن الكوكب هو اللي يتقدم من بعد البينالتي اللي ضيع او اللي تصدى لها مهدي بن عبيد باش نتكلموا ايضا في هذا الماتش هذا اللي كان ممكن الكوكب هو اللي يسبق الهدف. مقابله عموما شنو سجلتي فيها كنز؟ اول شيء كنبغي نحيي الجمهور اللي حضر بقوه الملعب وعطانا واحد الصوره حضاريه على التشجيع، لان سانسيرمون اللي شاف المقابله قبل ما يشوف اللي شاف يعني لي غرادا قبل ما يشوف الارضيه غيعتقد بان هذا مقابله في يعني سواء في اوروبا سواء في امريكا اللاتينيه اللي كان فيها واحد لو شو كبير بزاف كما تعودنا من الجمهور ديال دونور سواء ديال الرجاء ولا الوداد. كذلك الحضور الملفت ديال الجمهور ديال الكوكب اللي كان محترم جدا، ولكن ملي جينا لارضيه الميدان كيبان لنا بان ارضيه الميدان جيده تعطيك واحد الانطباع ديال انك غتفرج في مستويات محترمه على المستوى الفني ديال اللقاء. هذا الشيء هو اللي وقع، لان شفنا فيه بزاف ديال الاشياء ايجابيه في هذا اللقاء. شفنا الكوكب باندفاع كبير في البدايه ديالو. هنا غنكسروا ديك القاعده ديال الفريق اللي عاد راجع للبريمير ديفيزيون، دونك يلاه كيكتشف وما الى ذلك، لان هذا الشيء هذا الشيء غيبقى عندنا في دماغنا. هذاك الشيء كاين. حتى ملي كتشوف اللاعبين اللي لعبوا اليوم مع رشيد الطوسي اللي عنده هو في ليفيكتيف ديالو، اللاعبين كلهم تعرفوا البريمير ديفيزيون. وي بيان سور اللاعبين كلهم مجربين. بعض اللاعبين اللي ممكن غنكتشفوهم هذا العام مع الكاسيم، ولكن لو غاست لاعبين مجربين. راه حتى السالمي اللي جناتي الزغودي وتا السالمي اللي راه لعب في برشيد بريمير ديفيزيون. برشيد وي في بريمير ديفيزيون. دونك واحد المجموعه ديال الاشياء ايجابيه شفنا في هذا اللقاء. محراب عندك محراب ديال الشباب المحمديه، كان اسامه محروس اللي كان ديجا لعب في الوداد. واحد المجموعه ديال الاشياء ايجابيه. بالنسبه لي انا الا بغيت نتكلم على اللقاء في المستوى العالي جدا. شفنا فيه كل شيء، شفنا فيه يعني ضربه جزاء وان كان الزغودي ما تعاملش معها بشكل جيد، ولكن يحسب يعني الحارس انه تصدى لها وعرف لا تراجيكتوار ديال الكره وقراها مزيان. انا كنت كنتوقع جناتي اللي غينفذها جوستومون. دونك انا لا خيرتيني بطبيعه الحال لانه رشيد الطوسي هو اللي كيتحمل المسؤوليه. مشاو 3 لعابه محروس هو اللي حط البينالتي.
انا قلت مني مشى محروس ورجع صافي ما بقاش مشى للكره. يعني قلت غنشوف انا تبعت معكم الماتش من هنا. قلت انا صافي الجناتي هو اللي غينفذها. فينالمون كنلقى الزغودي هو اللي كينفذها. يعني الا سولتي اي واحد في البطوله غيقول لك الجناتي بارمي لي ميور اللي تيضرب لي بينو. وي وباش نكونفيرميو راه حتى لي بالاريتي تيضربهم الجناتي. داكشي علاش كنقولوا بان في الاختصاص يجب احترام راي المدرب. ماشي اي واحد يمشي ياخذ الكره ويحاول انه احنا دابا كنناقشوا، حنا ماشي كنقولوا زعما ما عرفناش او المشكل هو انه ثلاثه اللعابه نفذها الزغودي ولا نفذها الجناتي، لانه حتى بن عبيد تصدى الكره. مي سا سفي با دابا بغض النظر على لو ميريت ديال بن عبيد، سا سفي با ان ثلاثه ديال اللاعبين يتعاقبوا على ضربه واحده. سا سفي با، ما خصهاش توقع، ما خصهاش توقع كاريمون. كاين الاختصاص كما شفنا مع الوداد بان اللاعب الصبار هو اللي كيمشي للضربات الثابته. هذا الشيء هو وان كان النجاح ديالو ما كانش في المستوى، ولكن دائما كنقولوا لو ميتي، كنقولوا ها شكون اللي غيضرب لي بينو اللي في لي بينو، اللي غيضرب لي سي بي ا في لو كوتي دروا، اللي غيضرب لي سي بي ا في لو كوتي غوش، وغيكون اختصاص لان اللاعب كيكون تدرب على داك الشيء وكيكونوا عنده دوك لي روبير ولا الاحداثيات ديال البوطو باش يضربها في واحد الزاويه معينه. على العموم الكوكب قدم مستوى محترم جدا كبدايه مع فريق الوداد الرياضي اللي قدام الجمهور ديالو في ارضيه الملعب ديالو، ولكن هذاك لو تورنو هو تضييع ضربه جزاء، لان الكوكب ما قدرش انه يعاود يسترجع العافيه ديالو خصوصا من بعد ما تلقى هدف. ولكن في الشوط الثاني يا يونس غادي نرجع للشوط الثاني. القديم يلا بديتي لا سيزون كتضيع بينالتيات. ديارة ايضا مع لوسيس راه ضيع بينالتي اليوم. امر وارد. دابا الضربات الثانيه اليوم في نفس النهار كنشوفوا ايضا تضييع ضربه جزاء من الزغودي. دابا الضربات الثابته يونس امر وارد، ولكن في كرة القدم العصرية طريقة التنفيذ تختلف تماما عن داكشي اللي كان بكري. علاش؟ لأن الآن تولي اليوم ماركاها مع طنجة. دونك شوف اليوم ولينا كنعتمدوا على أخصائي ضربات ثابتة، الاخصائيين ديال الضربات الثابته. قبيله فاش كنت كنهضروا غنرجع على هذه النقطه ديال الصبار اللي ضرب جوج ديال لي كوفرون بطريقه اللي ما عجبتنيش بزاف، ولو انه صاحب اختصاص ما عجبتنيش الطريقه باش ضربها. ما علينا. دابا فاش كنجيو نديروا الضربات الثابته خصنا لاعبين ديال الاختصاص. علاش الاختصاص؟ لان كيخدموا كثير مع مازال الكفر. نقولوا كاين المور، لا ولكن ما تضربش في الميور. نقولوا كاين الميور. بينالتي اللي كيكون حاسم وفرصه يعني سانحه باش انك تمارك. لو بينالتي فيه واحد لافونتاج كبير لو تيغور اكثر من الكارديان دو بوت. لو بينالتي فيه افونتاج. شكون اللي افونتاجي في البينالتي؟ انت اللي كتقرر فين غتمشي الكره، لانك انت كتختار واحد الزاويه ديال التسديد وكتضرب فيها. الا خديتي الزاويه وفكرتي في نفس الزاويه اللي خصك تضرب فيها وضربتيها فعلا بالطريقه اللي كان خصها تضرب، راه غادي تمشي للبوطو، عندك نسبه ديال النجاح كبيره وعاليه جدا. الا مشيتي حتى الاخر لحظه وغيرتي الراي ديالك كما وقع للمدرب اللاعب ديال اسفي اللي ضربها في البوطو، اللي تعبقر فيه بزاف كابيتان ديكيب ديال اسفي تعبقر بزاف في ضربه ثابته في البينالتي. شاف قدامه بان ان غران غارديان اللي سميتو الحواصلي حاول انه يدير اون بروواز تكنيك في طريقه القذف، الحواصلي ما تحركش، ديكو هو ضربها في البوطو وخرجت. دونك هنا فين تتقول بان راه اون سو ميلونج با لي بانسو في اتخاذ القرارات. خصنا خدينا الزاويه فين نضربوا كنضربوا تما. على العموم نرجع للكوكب. في الشوط الاول كان افضل، في الشوط الثاني على مراحل كان افضل، لان في البدايات بدا مزيان، ولكن سرعان ما الوداد استرجع عاوتاني لو مونوبول ديال البالون. والتغييرات اللي دار الوداد ما دخلوش مزيان في البروميير ميطون. واش الطوسي سي ان شوا، واش الطوسي اللي ولا كيف زعما الوداد اختارت باش انا ما ندخلش مزيان؟ سي ان شوا بالنسبه للمدرب ديال الوداد انه يخلي الافضليه الكوكب يستدرجوا عنده ويحاول ينقد في لي كونتر. والدليل هو ان في لي كونتر كان كيعتمد على لاعب واحد اللي هو امرابط. طامل دو فوا دارها مشى بها، من بعد اكتشف المدرب بن هاشم ان كاين خصاص على مستوى، ولكن كان ممكن يكون يعني اختيار خاطئ. كان يقدر يكون مكلف اليوم تلعب قدام جمهورك وتخلي لادفيرسير هو اللي يجي عندك. راه بينالتي ديجا تسيفله وفيها بينالتي. دونك يونس الهامش الكره كانت غادا للوجهه ديال محمد الريحي والحكم مشى للفار سيفله بينالتي وكون يعني تنفذت وتماركات كنت غتشوف سيناريو اخر. دونك يونس في مجال ديال كره القدم انا تنعرف الفرقه اللي كتكون مدخله 4 ساعات ديالها الاولى. نو ماشي بالضروره، لان المستويات دابا راه متقاربه جدا. راه الكوكب ينا با دي ميريتي باش نكونوا واقعيين. الكوكب لان لولا الهدف ديال الوداد كان ممكن ان يخرجوا ب 0-0
لان الكوكب ضيعوا ضربه جزاء، ولكن كما بغى يكون الحال الهامش ديال المجازفه مطلوب في كره القدم. ا مومون دوني خصك تجازف، سينو الا بقيتي كتحسب بزاف كيشيط لك كما كنقولوا بالدارجه. دونك خاص اللاعبين يتخذوا قرارات جيده في المكان المناسب. بالفعل يعني كان مقابله شفنا فيها ضربه جزاء ضائعه لفريق الكوكب المراكشي. من بعد الرسائل اللي كيتواصلوا معنا بها بطبيعه الحال المستمعين، ضربه جزاء اللي على الحظ كتسجل اكثر من ضربه جزاء ضربه خطا. قال لك ضربه جزاء اللي عندك الحظ كتسجل اكثر من ضربات خطا ثابته، واحتمال تسجل ضربات جزاء عندك 90% تسجلها. نو ماشي دابا لي فافوريزي بزاف هنا هو لو تيرو في البينالتي. لي فافوريزي علاش؟ لانه عنده واحد الزاويه كبيره ديال الرؤيه، كيبان لي البوطو كبير، كتبان لي 6 متر و40، كيبان لي غارديان في الوسط، كيختار واحد الزاويه ديال القذف وكيضرب، ولكن هو اللي كيكون فافوريزي انه يسجل، ماشي الغارديان انه يتصدى. لقاش لي بينو اللي كيتشدوا دابا في العالم اقل بكثير من داكشي اللي كيتسجل. دونك علاش كنقولوا فافوريزي في الضربه الثابته كتكون يعني ملي كيكون بينالتي اللي غينفذ البينالتي هو اللي فافوريزي باش انه يماركيها اكثر من انه يقدر يتصدى الحارس. جوستوم هادشي اللي قلت، ولكن في الضربه الثابته في لي سي بي ا كتطلب اولا عامل ديال الثبات والتركيز، وكتطلب عامل ديال الحظ، لان كتضربها في واحد لو كوتي واخا تكون بعيده. اذا كان واحد الكارديان دو بوت كيطير غيقدر ياخذها بكلاكه. بن عبيد تصدى ليها اليوم، بن عبيد خداها وبيان سور بن عبيد كيبقى واحد ما دخلوش مزيان في بروميير ميطون وجات البينالتي. من حسن حظهم انه بن عبيد تصدى لهاد ضربه جزاء. في المقابل ايضا حتى الجمجامي الحارس ديال الكوكب المراكشي الكابيتان والقائد اليوم راه ايضا منع فرص اللي كانت ديال الوداد. كان الوداد ايضا يسجل اهداف اخرى. وي بزاف المرات شفنا دي تيغ اكرازي لان ما كانش فيهم ديك القوه المطلوبه، لان بزاف ديال الاشياء اللي خلاتنا نشوفوا دوك لي تيغ اكرازي، خصوصا في الشوط الاول شفنا جوج مرات، شفنا وحده ديال لورش وشفنا وحده ديال الامرابط. كانت كتول كبير ديال المدافعين اللي كانوا كيتسناو الكره، لان الطوسي من خلال البدايات بدا مزيان، ولكن امام دوني ما يمكنش لانه يكمل بنفس القوه. حاول انه هو يرجع لو بلوك ديالو ويتسنى ويصعب الامور على الوداد وما يخليش لها مساحات. الجمجمي قدم مستوى محترم جدا، لان التدخلات ديالو كانت كلها في المستوى، وما شفناش اخطاء ديالو، ما شفناش ولا خطا ديالو على مستوى التعامل مع الكره. الاكثر من هذا الشيء كامل حتى في الهدف اللي تسجل عليه لا يعني ما كيتحملش فيه المسؤوليه، لقاش كان ماسكي، كانوا بزاف ديال اللعابه قدامه، فحتى الصبار فاش ضرب الكره ضربها في لو كوتي اوبوزي ديالو ما يقدرش ياخذها لان بعيده عليه اولا، وماسكي بعد ديال ما غيشوفهاش يعني لا تراجيكتوار ديال البال ما غيشوفوا، صعيب باش يشوف. كان قدامه بن هيتا وكان قدامه ايضا حتى اموروا الى جانب اللاعبين الاخرين ديال الوداد وايضا ديال الكاسيم. الهدف ديال الواك كان فيه واحد شويه ديال الزياده من نور الدين امرابط، ولكن زياده كانت ايجابيه. كيفاش خدا الكره دار له كروش ومن بعد منها قلب على الهنور اللي خرج دي زونا باش عاوتاني الصبار يجي ويعطيهم هاد لوبسيون اللي كانوا متكتلين لاعبين ديال الكاس. هذاك لو كروش بي اللي دار امرابط كان في ذكاء كبير. علاش؟ لان بوغ ديستابيليزي واحد ليكيب، واحد لو بلوك ديفونسيف باش تلقى فيه خلل، كان خصها جيست دو بلوس، وان كان خصو يتعامل معها قبل، لان انا كنت كنتسنى في لو تيغ انستونطاني، ولكن هو دار لو كروش بي. داكشي اللي خلى ان داك لو بلوك ايكيب يكون ديسلوكي، يكون فيه ثغره، حيت اللاعبين بزاف واقفين كيتسناو في الكره ان سوا تجيو يدخلوا ولا ان المدافع يدخل، ولكن كان ذكاء كثير منه في التمرير، ولكن يحسب المرابط انه تعامل معها بشكل الصبار يحسب له انه تعامل معها بشكل ذكي جدا. ضربها بالبلا دو بيي، واحد اخر غتجي غيضربها كما جات يقدر لو بالون فوز، لان فاش كتكون جايه الا خدات لي في وما كانش لو كور ديالو بونشي فيغ لافون كتقلب على القوه في هذيك الكره اكثر من انك تحطها. هو كان ذكي لان الى فوالا اللي ميزو في هذه الكره بانه قلب يبلاصيها، قلب انه يبلاصي الكره على انه يضربها بقوه اون فاس مع مجموعه ديال اللاعبين. كيبقى يعني من الاهداف اللي سجل الوداد بدايه هذا